تسوي يا زلمه؟ مش عم تسوي، مش عم قوم صور فيديو. قوم طب بس اقعد عشان اشرح لك القصه. طيب يا جماعة الخير، حاليا اليوم راح نصور فيديو عن الشاي العدني، وراح اجرب الشاي العدني اني اسويه بالبيت واخده واخلي الناس اللي بالمطعم يجربوه، بس حيكون تحدي بيني وبين الشيف اللي بالمطعم اللي بيسوي اساسا الشاي العدني وهو يمني، وراح نشوف ردة فعلهم وشو الشاي الاطيب تبعي انا كأردني صار لي 2.5 3 سنين متابع ومهتم باليمن، ولا هو اليمني الأبن عن جد. صراحة الموضوع حساس جدا، وبدي يعني بدي اياكم هيك تدعموني تحت بالكومنتات واللايكات، توصلوا الفيديو اكثر من 10,000 لايك، واكتبوا لي تحت بالكومنتات مين بتتوقعوا راح يفوز بهذا التحدي. عموما ما راح اطول عليكم ويلا على الفيديو. طبعا المي حاليا عم تغلى، وحاليا قبل ما تغلى 100% بدنا نحط عليها البهار. البهارات هي مكونة من 3 انواع اساسية، اول اشي الهيل، ثاني اشي القرنفل، وثالث اشي جوزة الطيب. هدول الثلاثة بينحطوا بكمية معينة كل واحدة فيهم، وبينطحنوا مع بعض، وبيصير عندنا البهارات الاساسية للشاي العدني. طبعا المي لسه ما غلت، فبنحط تنتين صغار. طبعا حاليا بعد ما حطينا معلقتين صغار بالدولة او البريق عبال ما يغلى، هوب بس 5 ثواني بدي اخذ من وقتكم. بدي اتشكر الدعم من الفيديو الماضي خالد الشايف، شكرا لك لانك دعمتنا، شكرا بالفيديو الماضي. واذا حاب يطلع اسمك معنا بالفيديو الجاي ادعمنا بشكرا، في عندك زر تحت الفيديو اسمه شكرا، فيك تختار الباقة اللي بتناسبك. وطبعا اذا حابب تكون الباقة الاسطورية روح لاخر شكرا وحط اكبر دعم ممكن. عبال طبعا ما هيك نخلي يتعقد الشاي وهيك ينطبخ طبخ مزبوط، بنجيب الدلة اللي بدنا نسوي فيها الشاي تبعنا. طبعا معلقة صغيرة تبع الشاي تبع السكر نحطها على حسب الدلة اللي عنا. زي ما انتم شايفين اللون تبعه كثير غامق صار للشاي، ومن الفقاعات مبين كثير غامق. فحاليا الخطوة اللي بعد منها بدنا نحط الحليب. نحط الحليب، سوينا الدلة، وحنروح على مطعم يمني نخلي الناس اللي بيشتغلوا بالمطعم يجربوا نوعين شاي، الشاي العدني تبع المطعم والشاي العدني تبعنا، ونشوف مين حيقولوا عليه اطيب، بس بدون ما يعرفوا اي واحد تبعي واي واحد تبع المطعم. فيلا معي. حاليا انا وصلت لمطعم صنعاء وجاي لهون عشان اتحدى الشيف اللي بيسوي الشاي العدني. طبعا انا سويت الشاي العدني وانتم شفتوني انا عم سويه بالبيت، حاليا راح نجرب ونشوف ونتحدى الشيف اللي هو بيعمل شاي عدني شو السر اللي راح نعمله. حاليا الشيء اللي راح نعمله انه انا راح اعمل 3 كاسات من الترمس تبعي، وهو راح يعمل 3 كاسات عنده، وراح نخلي 3 حكام ما بيعرفوا الكاسات هي تبع مين وهي تبع مين يختاروا اي الاطيب، الشاي تبعي ولا الشيء تبع الشيف. فتعال سوا نتعرف على الشيف. السلام عليكم. عليكم السلام. كيفك يا غالي؟ شو اخبارك؟ طمنا عنك. شوف طبعا جايك تحدي، قدها ولا مو قدها؟ قدها. حلو. شوف التحدي كالتالي، الحين انت من وين بالضبط؟ انا من اليمن. من وين من اليمن؟ محافظة الضبع الخضراء. الله، احلى محافظة واكثر محافظة بحبها صراحة. طيب حاليا انا مسوي شاي عدني. طيب التحدي انه انا اسوي، يعني انا كاردني مسوي شاي عدني وانت كيمني حتسوي شاي عدني. اكيد الشيف العدني لعبتنا احنا في اليمن يعني. بس طيب مين بده يحكم؟ حنجيب 3 اشخاص يحكموا من عندكم. يعني شوف الشاي تبعك والشاي تبعي. بالضبط، بس بدون ما نقول لهم الشاي هذا تبع مين. طيب موافق. قد التحدي؟ قد. طيب حاليا راح نبدا نصب الشاي تبعنا. والله ريحه كلام، يا رب يكفي ل3 كاسات. صينية وائل انا راح احملها وانا راح ضيف الحكام فيها، وهو راح يحمل الصينية تبعي وحيضيف الحكام فيها. طبعا الحكام ما بيعرفوا اي وحده تبعي واي وحده تبعه. طبعا الحركه عشان نخربط الناس. جاهزين؟ يلا يلا تفضل. قدام مني موجودين الحكام، راح نتعرف على حكم منهم، وبعد منها راح نفوت بالشاي ونشوف رأيهم فيها. فيلا نتعرف عليهم.
شروب. السابقة الشرعية. كمالي. حاليا انتم قدام منكم كاستين شاي كل واحد، بدي اياكم تجربوه وتخبرونا، بس ما تجربوا الاثنين، تخبرونا اي واحد اطيب بالبدايه. تمام؟ يلا بسم الله. بهي اللحظة بلشوا الحكام يجربوا الشاي العدني اللي أنا عملته والشاي العدني اللي عمله الشيف وائل، وطبعا مسيطر علينا الخوف لحتى تطلع النتائج مين عمل أطيب شاي عدني. خلينا نشوف سوا. والله حسيت هذا أطيب. حلو تمام. ليش كان أطيب بالنسبة لك؟ حسيت الحليب مع الشاي مدموج أكثر. حلو. البهارات ما كانت باينة في الوجه، فحسيت قيم هذا أفضل. هذا أفضل شوي. هذا أفضل؟ إيه يعني بهاراته قليلة. حلو. الحليب معتدل مع الشاي. ممتاز. هذا البهارات حقه كثير، بس ما حسيت انه أطيب. هذا أطيب. حلو. خبرني أي أطيب هلا. حقيقة هذه أطيب، حليبها متوسط، بهاراتها أقل. حلو. تلذيت فيها حقيقة بالشاي العدني، كأني وأنا في مدينة صنعاء في اليمن. الله، إن شاء الله ألف صحة الله وعافية. يخليك. طيب والثاني؟ والثاني فيها بهارات زيادة والحليب زايد برضو. بصراحة وأمانة، أنتوا عارفين أي واحد تبع صنعاء وأي واحد تبعي؟ لا ما احنا. طيب أصدمكم ولا ما أصدمكم؟ يعني مو لا لا تفضل يعني. جربنا أقصنا نعرف إنه أنا لأنه ما شربت من حق شوي. أول شيء شكرا لمطعم صنعاء بالبداية، أول شيء على المساحة اللي أعطونا إياها، وعلى الشباب الطيب اللي تعرفنا عليهم، والشيء اللي عم يجربون معنا الشاي. طبعا حكمكم كلياته على راسي من فوق، شكرا كثير لكم. طبعا أنا أول مرة بعمل شاي عدني، أول مرة أنتم بتجربوا شاي عدني، بس أنا آخذ الخلطة من واحد يمني ومن عدن تحديدا عشان أكون صريح يعني. الشاي اللي اخترتوه انتم حرفيا انتم الثلاثه هو الشاي تبعي انا العالم. وهذا كان في تحدي صراحه بيني وبين الشيف، انه مين بيعمل شاي اضبط ومين بيعمل شاي احلى. تعال يا شيف، تفضل تفضل يا حبيبي تفضل. لا والله. اول شيء الله يكرمك، سمعت الملاحظات؟ اعطيك الخلطه. أنا جبت لك الملاحظة؟ لا أنا حبيت إني أشجعك. خوائل، أول شيء شكرا على التحدي. ثاني شيء كان رأيهم للحكام صريح بالبداية، تمام. بعدين مثل ما أنت قلت كان في شوية هيك شغلات صارت على العجلة مو على العجلة، أنا بوضح. شوف إحنا المطعم غير المسؤول. حلو. في البيت أنت عارف إيش يعني سكر، بهارات، يحب يعني تقدر تظبط. صح. تمام. بس هنا بالمطعم سكر إحنا ما نسوي، عشان الزبون يسوي على رأيه. 100%. يعني بالنهاية أنت يمني وأنا أردني وتعادل. نشوف ساعة طبخة ثانية نتعادل فيها. اوكي يا جماعة الخير، هي كان الفيديو لليوم مع مطعم صنعاء من اسطنبول وتجربة الشاي العدني، وان شاء الله الفيديوهات الجاي احلى واحلى. واذا عندكم افكار اكثر اكتبوا تحت في الكومنتات، هتلاقوا حسابات مطعم صنعاء كلها موجودة تحت صندوق الوصف، فوتوا عندهم واشكروهم وادعموهم. كان معكم ليلى الثاني، كل الحب، شوفكم تجربة جديدة، سلام.